السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم فيديو جديد النهارده مع مصطفى السلامة لتجارة الحمام. تحية خاصة لكل مشتركين قناة مصطفى السلامة، تحية خاصة سواء مشاهدني من مصر أو من خارج مصر أو من أي دولة عربية. تحية خاصة لإخواتنا المغتربين. النهارده مجموعة أسوس بسعرها. تمام؟ أول حاجة معانا قص بلق الشمالية ده أهو يا جماعة. أنا العازب أهو. ضرب العين باين كده، اقرب لكم انا بالفرد الحمام اهو. الفرد بطنه نضيفه يا جماعه من تحت زي ما بنقول قطن يعني. في الديل في ريشه اتنين تلاته، في 3 ريشات غامقين. طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده يا جماعه، اللبلق الخد لون والجته لون. ده الولد. وادي الطيور. طبعا لون العين واضح اهو معانا، والخد كمان. الطيره فيها ريشه واحده في ديلها. الجوز دول يا جماعه يعملوا 500 جنيه. الطيره فيها زفاره هنا باينه قوي. في قص على نبره. ادي العازب. طبعا العازب سلاحاته مخروطه، ومش لازم العنبر يا جماعه يبقى 7 و7. فيها حاجه في العنبري، في عنبر اسود وفي عنبر فولي وفي عنبر بالعش. ومعاها التيره السودا. ودول بتاع حوالي اسبوع ل 10 ايام ويكونوا بيضين. دول ب 275. ده بس عشان هنا ايه تعرفوا الفرق ما بين القرباج والهلمت والفرد اللي موجود عندي هناك في الدكان. ده كده قرباج يا جماعه، واتكلمت انا في الحوار دوت قبل كده. القرباج لو دماغه سودا او حمراء او زرع او اي لون، لازم الجناحات تبقى نفس اللون زائد الديل. دوت ليس له علاقه بالقرباج. ليه بقى؟ جناحاته مش حمراء. ده كده اسمه هلمت. ومعانا برضو قص افارقه اهم. دول يعملوا 500 جنيه يا رجاله. العازب اللي جوه والطيره اللي هنا. دي هنا طيره صيني وعازب برقبه حمراء. طب ليه برقبه حمراء ما قلتش عليه برقبه خضراء؟ امسك كده يا محمد، عشان برضو الاتواب. اللون اللي بيصورني احد متابعين القناه يا جماعه وعاوز يربي وزارات. هنا النهد لونه ايه؟ احمر. ده شايف النهد ده كده بيحمر. طالما كده النهد بقى احمر، اصبح برقبه حمراء وليس برقبه خضراء. لو الدبوره كلها خضراء على كده هيبقى مزرزر. تمام. ادي كده جوز. الجوز دول ب 250 جنيه يا جماعه. قص بالونات صفر بيضين دول. طبعا دول سكه والشقلباظيات سكه. لا دول اعلى من الشقلباظ شويه، يعني هو برضه هم طايرين الشقلباظ.
يضربوا شقلباز في الجو، بس ده حاجه والشقلباز حاجه. دول مستوى ارقى، وفي ليبيا بيسموه ملك الجبل. تمام. دول ب 300 جنيه يا رجاله. دول لسه بيضين، ما كشفتش لسه على الحصى عمران ولا فاضي برضو للامانه. وديت هنا بقى لاخواتنا اللي خارج مصر، الباكستاني. طبعا الدكر مستوى اعلى من النتاب ياما. طب ازاي؟ لان الوقفه وفيه هزه في الدماغ كده شبه الهزاز المك كده. ايوه هي دي. دول مع بعض يعملوا 200 جنيه يا رجاله. دول مع بعض يعملوا 200 جنيه. وفي بالونات تانيين اهم، دول ب 300. في قص زرق قطيفه معاهم عيل. طبعا انا برضو عشان تبقوا عارفين انا بسيب هنا الحمام بيزق، مفيش حاجه عندي اسمها تحضير هنا يا جماعه. دول بالزغلول 350 جنيه. في قص سود اهم بحصاهم 400 جنيه يا رجاله. كده اتفرجنا على جزء من الحمام الموجود. في قص عبابسه اهم. طبعا التيره مستواها اعلى من الدكر. التيره اللي من هنا والعازم اللي من جوه. اهو يا جماعه اهو. ايوه هو ده اللي جوه دي التيره، ده العازب اهو. دول مع بعض ب 200 جنيه. الترم بتوع الزينه والعازب عبسي داخلوا حمام زينه، داخل العبابسه المصري. برضه في دول كركنديات فواكه او عبابسه فواكه زي ما بيسموهم. دول ب 250 جنيه بحصان. طبعا هنا بقى باب المرقع اللي انا قلت لكم قبل كده عليه، هم لسه فاكين النهارده. يعني ايه لسه فاكين؟ يعني الزغير لسه طالع النهارده. اظن باينين كده. وبرده على الوش دوت يا جماعه هم اللي بيزقوا يا جماعه. الحمام دوت هو اللي بيزق بنفسه. طبعا برضه هنا في ذكر احمر اهو باين اهو. الذكر طبعا برضه مستواه اعلى من الطير يا جماعه، بس انا جوزتها له عشان ما يقعدش لوحده. طبعا واللي كان بيصورني اهو ده اسمه محمد، ومن عندنا من هنا يا جماعه من شارع 20. وكده رجاله اكون وصلت معاكم النهارده لاخر الفيديو. اصلا ما فيش عندي حمام ياما، وكده كده في حمام في الدكان اللي هناك. تمام. نشوفكم على خير يا رجاله بفيديو تاني جديد. وقبل ما اقفل الفيديو احب اشكر اخونا محمد جابر، اكتر واحد بيجاوب على الاسئله الدينيه اللي انا بسالها. بكلمكم بجد والله العظيم يا رجاله. عيب لما بسال سؤال ديني بص بلاش تجاوب، بس على الاقل حاول تبحث على جوجل على صاحب الشخصيه. افرض انت في اي مكان حد سالك سؤال، يبقى عيب لما ما تعرفش تجاوب، وبالذات في دينك. تمام. من هو الصحابي الجليل الذي ذكر اسمه في القرآن وطلق زوجته وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كمان مرة، من هو الصحابي الجليل الذي ذكر اسمه في القرآن وطلق زوجته وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أظن ده سؤال سهل وبسيط جدا. تمام. وأتمنى اللي يعرف الإجابة يكتب في التعليق الإجابة. معرفتش الإجابة خش على جوجل عشان تعرف الإجابة. تصبحوا على خير، واشوفكم على خير بكرة يا جماعة فيديو تاني جديد، بس هيبقى من عندي من الدكان، من هناك الدكان التاني، لأن في حمام تاني هناك.
واخونا فارس محمد هيبقى ليه لقاء معايا بس على قناته، لان هو عامل قناه على اليوتيوب، وهو شاب يعني شاب جدع وغاوي حمام. اشوفكم على خير يا رجاله بكره باذن الله في فيديو جديد مع مصطفى سلامه لتجاره الحمام.